بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت عايزه تعرفي انا عملت كيكه دي ازاي بطريقه احترافيه، والله احلى من الجاهزه بكتير. شايفين طالعه شكلها عامل ازاي؟ زي حته الاسفنج. لا فيها فراغات ولا تشققات من جوه، وطالعه طعم وريحه. والله يعني عجبت الاولاد قوي قوي، وقالوا لي زي الانجليش كيك وزي احسن كيكه بنشتريها جاهزه من بره، واحسن كمان. تعالوا مع بعض كده نبدأ. بسم الله، نشوف عملنا الطريقة بتاعتنا دي ازاي. انا هنا جبت بولة نظيفة وناشفة طبعا، وحطيت فيها كوبايتين دقيق كبار، انا عاملة مقدار كبير. وحطيت دول معلقتين نشا كبار. وده السر بقى اللي هيخليها طالعة بالمنظر اللي انتوا شفتوه في الاول ده. معلقتين النشا دول بيخلوها هشة وطرية وجميلة قوي. وحطيت هنا كيس بيكنج باودر، وحطيت ذرة ملح. ونخلت طبعا المقادير لازم تتنخل كويس قوي علشان نعرف ان نتأكد ان داخل فيها الهوا كده وبقت هشة كده. وان شاء الله ده اللي بيخلي السر بتاعها، اللي بيخليها هشة وجميلة ان شاء الله. بعد ما عملنا المقادير الجافة هنعمل بقى المقادير السائلة مع بعض. كل بقى اللي انتوا هتشوفوه ده هحطه في الخلاط. كيكة ما بتاخدش معانا 10 دقايق. وحطينا في الخلاط اهو 3 بيضات كبار. وحطينا طبعا مادام في بيض يبقى هنحط عليه فانيليا. فانيليا كده نوعها بصراحة النوع بتاع الأكياس ده أحلى نوع فانيليا أنا جربته، بيشيل زفارة البيض نهائي وبيدي طعم حلو أوي للكيكة بتاعتي. وحطيت هنا قطعة زبدة اهي برضو يعني بتخلي الطعم حلو قوي، وبتخليها برضو كده ريحتها وطعمها أحسن من الجاهزة. وعندنا دي كوباية إلا ربع سكر، وطبعا السكر ده اختياري، حابين تقللوا حابين تزودوا زي ما انتوا عايزين. وعندنا دي برضو كوباية الا ربع زيت، لان انا طبعا حطيت قطعة زبدة زي ما انتوا شايفين كده، فشلت معلقتين 3 زيت من الكوباية مقابل الزبدة اللي انا حطيتها. وبرضو السر بقى اللي عطاها طعم ولون وريحة حلوة قوي، كيس اللي هو التانج البرتقال ده، اللي هو العصير البودر، بحطه برضو في الخلاط. وده عندنا حطيت معلقتين كبار لبن بودر، حطيت عليهم نص كوباية مية بتغلي، مية لازم تكون بتغلي. وطبعا ضربت ده كله في الخلاط لحد ما بقى زي ما انتوا شايفين كده، وعمل فقاقيع كده على الوش. بتأكد بقى ان هو انضرب كويس قوي. بقلب بقى المقادير الجافة زي ما انتوا شايفين كده، جبتها وبقلبها عشان تندمج مع بعض كويس قوي. وهبتدي ان انا انزل بالخليط بتاعي السايل اللي انتوا شايفينه ده اللي انا عملته في الخلاط. لو وصلت معايا هنا للفيديو في الفيديو اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. واضغطوا على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بقلبها كده كويس قوي. وانا لقيت ان هي يعني السمك بتاعها لقيتها سميكة شوية، فجبت شوية لبن، او يعني شوية لبن كده او مية سخنة بتغلي، وقلبتها كده في الدورق مكان اللبن والخليط اللي انا عاملاه، ونزلت بيه تاني على المقدار علشان اخليها ما تبقاش سميكة قوي، عشان تبقى عندي هشة كده وحلوة. ودهنت طبعا صينية بتاعتي اكبر مقاس، لان انا عاملة زي ما قلت لكم مقدار كبير. وطبعا زي ما انتم شايفين انا بعمل في الصواني الالومنيا، لان هي بصراحة بتوزع الحرارة كويس وبتطلع الكيك نتيجته حلوة قوي. وحطيت كده كان عندي شوية شوكولات شيبس من اللي هو مش الطويل، اللي هو الدوائر زي ما انتم شايفين ده. قصدي مش معلش، مش شوكولات شيبس، حطيت شوكولاتة فرماسيلا كانت موجودة عندي في الفريزر كده، قلت تديها شكل وتديها طعم حلو. ورشيت كده، طبعا ده اختياري برضو، لو انتوا عايزين نحطه مش عايزين بلاش. وزي ما انتوا لحد ما وصلت لهنا انا طبعا كنت مشغله الفرن على درجه حراره عاليه. ولقيت ان الكميه كبيره على الصينيه بتاعتي، عشان زي ما قلت لكم الكميه انا عامله كميه مضاعفه. جبت الصينيه دي واخدت شويه من المقدار، مرضتش انزل بيه كله علشان يبقى السمك بتاعها كده كويس، وحطيتها في الصينيه دي ودخلتهم الفرن طبعا شغال على درجة حرارة عالية. وساعة ما ادخلها الفرن بوطي بهدي النار خالص زي الشمعة، واسيبها لما تحمر من فوق ومن تحت. لو ما لقيتهاش احمرت من فوق بولع عليها شوية الشواية لحد ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده.
الصينيه التانية دي طبعا ايه، انا كنت مستعجله عشان اصور لكم الفيديو واوريكم النتيجه كده في النهايه، فصورت لكم الصينيه دي بس. يا والله طالعه صينيتين حلوين قوي، وزي ما انتم شايفين النتيجه طالعه عامله ازاي، ريحه وطعم تحفه، وما خدتش معانا وقت خالص. وان شاء الله تدوقوها وتجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه، لان هي فعلا طلعت حلوه قوي قوي قوي، يعني يمكن اكتر ما انا كنت متخيله. ولو هتشوفوا الفيديو ده ما عادش هيبقى عندكم اي مشكله في عمل الكيك، لانها طريقه سهله وسريعه وكلها في الخلاط، وما بتحتاجش لا منك لا ضرب ولا اي حاجه، وطالعه هشه وجميله زي ما انتوا شايفين كده، سفنجيه وتحفه والله. جربوها. ورب الفيديو النهارده يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.